السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. وحشتوني جدا جدا. ما قدمتش لكم فيديوهات من زمان لان يعني مريت بظروف صعبة شوية وكده، وكانت نفسيتي يعني تعبانة وكده يعني. المهم انا هعمل لكم روتين النهارده، بس مش هيكون من شقتي. انا في القاهره دلوقتي عند بنت اختي وكده، لان هي والده وانا جيت عشان اشوفها واشوف ابنها الصغنوني. تمام. فهعمل لكم روتين من عندها النهارده. تمام. انا هنا اول حاجه دخلت على المطبخ طبعا كان بايت مكركب جدا من امبارح، لان احنا كان عندنا ضيوف وكده وفضلوا سهرانين معانا اللي متاخر، وبعدين ما قدرتش ان انا اقوم اروق المطبخ وكده، فقلت هركن كل حاجة للصبح، واول ما اصحى ان شاء الله كده إيه ابقى اروق واحدة واحدة. فهنا دخلت على المطبخ وبدأت ان انا اروق، وكان في شوية كراكيب كده على الرخامة شلتهم ويعني ظبطت لها الدنيا. كان في شوية حاجات كده هي سايباهم على الرخامة، هي طبعا كانت حامل وتعبانة ويعني وطبعا الحامل دي انتوا عارفين بقى بتبقى تعبانة قد ايه وكده، وبتأجل حاجات كتيرة قوي يعني لبعدين، يعني لما ولد مش عارف ايه، لما ماما تجيلي كده يعني. فالمهم انا لما كنت عندها بقى حبيت ان انا يعني ايه اظبط لها الدنيا يعني بس. فبدأت ان انا اشيل الكركبة اللي على الرخامة وكده واروق والحاجة اللي ملهاش اي 60 لازمة اللي هي كانت حطاها دي اشيلها، والحاجات بقى اللي في الحوض اللي انتوا شايفينها دي كانت حاجات يعني ايه خفيفة كده، كانت باقية من بالليل وكده. قلت الاول اغسلهم واخلص منهم، وبعد كده بقى ايه اجهز الفطار واقعد افطر انا وهي، لان هي طبعا لاغيه من قاموس حياتها الفطار ده خالص، لان طبعا يعني ما فيش حد معاها يشجعها. فبما اني هناك وكده فانا كنت بشجعها يعني على الفطار بقى وكده بس. فقلت بقى اخلص الطبقين اللي في الحوض وكده، وبعدين اعمل الفطار ونفطر انا وهي. تمام. وهبدأ احضر بقى في الفطار. هنا بقى انا طلعت كل حاجة من التلاجة علشان اجهز الفطار ليا والبنت اختي. طبعا انا اصلا في العادي يعني ما بفطرش نهائي، اول اكلي بيبقى مثلا بعد العصر. ممكن وانا بعمل الغدا مثلا ادوق حاجة كده ادوق حاجة كده، انما ما عمري ما اجهز فطار لنفسي الصبح مثلا وافطر زي باقي البشر كده. لا مستحيل خالص، الا اذا في حالة واحدة، لو كان عندي حد في البيت او انا موجودة عند حد بره. في الحالة دي افطر عادي، يعني لو عندي حد او انا موجودة عند حد بره في الحالة دي بس بفطر. ليه؟ لان انا في البيت يعني ما بلاقيش حد يشجعني على الفطار، ان انا بقى اجهز فطار وكده و... واقعد افطر، يعني لان انا ولادي بيصحوا في ميعاد غير اللي انا بصحى فيه خالص يعني. فانا لما بصحى بقى بصحى متاخر، فبكسل ان انا اعمل لنفسي فطار. تمام. فهنا بقى انا كنت زي ما قلت لكم طلعت كل حاجه من التلاجة وكده وبدات احطها في الاطباق. وطبعا كان في كيك من امبارح انا كنت عاملاه، يعني كيك شوكولاته وكده. كنت عامله صينيتين، واحده شوكولات وواحده فانيلا. بس عايزه اقول لكم حاجه، يعني الشوكولات كانت روعه الروعه. عايزه اقول لكم ان رغده كانت ميت عليها موت. الفانيلا بقى باظت مني جدا. ليه؟ انا على طول بعمل اللي هي كيكه الحليب الساخن دي. المهم عملتها عند رغده فخربت مني خالص. لان هي اصلا انا بدأت بالكيك الفانيلا. طبعا ما كانش الفرن سخن قوي، فالكيك ما قامش في الفرن. الشوكولات بقى كان احسن لان كان الفرن سخن وكان درجة حرارته عالية وكده. فعلشان كده كيك الشوكولات هو اللي كان جميل جدا 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 بجد. وكنت عامله له حته صوص بقى مش قادره اقول لكم، حكايه حكايه. انا عملته معاكم قبل كده يعني، لو نزلتوا
وتفحصته كده في القناة بتاعتي، هتلاقوا المقادير بتاعته في الديسكريبشن. عملناه مع بعض قبل كده يعني. تمام. دي بقى صينية الكيك اللي انا كلمتكم عنها. عايزة اقول لكم ان هي شكل وطعم يجنن فعلا، مع كوباية شاي بقى او نسكافيه او اي درينك انت تحبيه على الصبح يعني، وعيش اللحظة بقى. المهم بقى انا قلت انا هاخد قطعة يعني تكفيني، لان طبعا لسه هفطر. طبعا رغدة انا قلت لها احط لك قطعة معايا، قالت لي قطعة ايه يا خالته، انا عايزة الصينية كلها، انا مش عارف ايه قطعة ما تكفينيش وكده. المهم قلت لها لا احنا لسه الصبح، خلينا في قطعتين تلاتة كده حلوين، وعندك بقى باقي النهار يعني ابقي كلي فيه زي ما انت عاوزة يعني وكده. هنا بقى سخنت الفطير كمان، وسخنت قرص بالشمر طعمها يجنن. حلوة قوي قوي، سادة او بالجبنة. انا عموما بحبها بالجبنة الفيتا اللي بالزيتون، بحبها مع الشاي جدا. فسخنت الفطير وسخنت القرص اللي بالشمر دي، وخلاص كل حاجة جاهزة. فرغدة بقى دلوقتي هتاخد الاطباق دي وتحطها على السفرة، ان هي بتساعدني في شيل الاطباق وكده. هي انا اعمل وهي تطلع الاطباق بره. هنا بقى جبت كوبايتين وعملت بقى كوبايتين احمد تي. عايزه اقول لكم ان فعلا الشاي ده حلو جدا جدا، الكوبايه بتبقى مظبوطه جدا جدا عن اي نوع شاي تاني يعني. انا جربته فعجبني جدا وبيظبط الدماغ بصراحه، ظابطه محترمه جدا على الصبح. فانا هنا عملت كوبايتين الشاي وخلاص كده خلصنا الفطار بتاعنا. فهنطلع بقى نفطر انا وهي، وبعد كده بقى ايه نكمل باقي اليوم على خير ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا الفطار بتاعنا النهاردة. اتفضلوا معانا بقى، فطار خفيف وظريف ولطيف وحاجة بسيطة. عاوزة اقول لكم بقى ان احنا كنا خلاص خلصنا فطار والشاي وعملنا نسكافيه كمان. هنا بقى دخلت على غرفة النوم بتاعت رغدة علشان اروقها وكده. هي طبعا كانت مغيرة الملاية قبلها بيوم، يعني الملاية كانت نظيفة جدا. انا كل اللي عملته بس ان انا يعني ايه نفضت السرير وخلاص على كده. بس انا عموما ما بعرفش اتعامل كويس مع السرير اللي جنب الحيطة. طبعا هي كانت حاطة السرير في نص الأوضة، بس علشان ولدت وكده فما ينفعش البيبي هينام ازاي كده يقع. فلازم طبعا اي واحدة يعني عموما، هي مش راغدة بس، هي اي واحدة بتولد بتقوم زقة السرير بتاعها جنب الحيطة لو مفيش عندها سرير للبيبي يعني. المهم انا ما بعرفش اتعامل مع السراير اللي جنب الحيطة دي نهائي نهائي، لاني ما بعرفش اطلع ولا انزل من على السرير. المهم بقى نفضت لها السرير وطبقت لها الكوفرتة بتاعتها وطبقت بطانية حموز قلبي وحطيتها له جنب الحيطة. وبعدين بقى قعدت ألم بقى الكراكيب اللي هنا واللي هنا. وانا دلوقتي طلعت بره. هي عندها رول كده بتاع مفارش للدولاب كان باقي عندها من ايام الفرح، فاحتجت منه حتة صغيرة احطها في درج الكومود، لان هي حاطة البامبرز جنب الكومود. فانا قلت لها ليه ما تخصصيش درج للبيبي وكده يبقى للبامبرز بس. فقالت لي يا خالته مش مفيش وقت ومش فاضية وكده. فقلت ايه انا اعمله لها وكده. كان في شوية كراكيب بقى في الدرج وكده، كان شوية براويز من ايكيا وحاجات كده، لميتهم في شنطة وقمت فرشة الدرج وقمت حاطة فيه البامبرز بتاع حموزي حبيبي. وخلاص بقى الدرج ده بتاع حموز قلبي. طبعا هو الكومود كله بتاع حموزي يعني، فوق بقى الأدوية وزيت بيبي اويل وزنك اوليف والأدوية ومش عارف ايه كله من فوق، والبامبرز من تحت بس. وبعدين بقى شلت بقى الحاجات الزيادة اللي كانت في الأوضة المكركبة، وخلاص نضفتها وشديت الستارة وجبت بقى المكنسة وكنست الأوضة وروقت التسريحة.
مسحتها. وطبعا هي رغدة عموما ما شاء الله عليها، يعني هي من النوع اللي ما بيحبش الكركبة بقى والحاجات الاوفر اللي بتبقى على التويلت وكده. فهي حاطة كل الكركبة بتاعتها دي في الادراج. يعني انا كنت بقول لها انتي عروسة وكده، حطي البرفيوم وحطي المكياج والحاجات دي كلها على التويلت. قالت لي لا يا خالته انا ما بحبش كده، يعني في منظمات كتير تقدري ان انت تنظمي فيها وكده. بس هي رفضت، قالت لي لا انا ما بحبش الكركبه، انا كل الحاجات دي هحطها في الادراج، والحاجه اللي انا هحتاج لها هطلعها. فعشان كده هي التسريحه بتاعتها نظيفه وكده ومفيش عليها اي كركبه. انا دلوقتي كنست الغرفه، وبعدين نفضت المشايات دي بره وفرشتها تاني. وبعدين عطرت الأوضة بقى وكده، وقمت مشغلة الأباجور الصغنونة اللي في الحيطة دي، وطفيت النور بقى وعملت جو شاعري كده في الأوضة. كان يعني هادي ورومانسي وجميل. بس ده كان روتيني النهاردة. اتمنى بقى لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. واللي اول مره تشوف قناتي يا ريت تنوريني وتشرفيني وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.